السلام عليكم ورحمة الله. كنظن هذا هو أحسن فيديو تقدر تشوفه. ما هي علاقة القط بالقرآن؟ واش يقدر القط يمشي فوق القرآن؟ هذه هي التجربة اللي داروا وشوفوا النتيجة. سبحان الله العظيم. عيشوا معنا التجربة اللي داروا على القطاط وباش يقدروا يتمشاو فوق القرآن. شوفوا سبحان الله العظيم في حالة القط هذا كتاب عادي غادي يدوز فوقه وغادي يوقف عليه عادي. شوفوا بدا غيوصل القرآن شنو غادي يدير. هذا قط آخر كيحاول باش يدير لي على القرآن باش يدوس عليه، ولكن سبحان الله العظيم والو. هذا حط ليه كتاب سبحان الله العظيم كيشمو، هو فط عليه ما كاين حتى شي مشكل. هذا قط اخر تا هو حط ليه قصة وقف فوقها عادي، وبلي داروا ليه القرآن ما قدرش يدوس فوقه. سبحان الله العظيم. القطاط كيعرفوا ومستحيل يدوس من فوق القرآن. هذه تجربة أخرى. والغريب في الامر ماشي غير في الدول العربيه، شفت فيديوهات في الدول الاوروبيه حتى هما داروا نفس التجربه وخرجت النتيجه كالاتي. شوف فوق الكتاب كيوقف عادي كيدوز عادي، ولكن بلي كيوصل القران سبحان الله العظيم ما كيقدرش يدوز فوقه. التجربه طبقات في عده بلدان. شوفوا في القران والو. سبحان الله. هذا قط اخر هذه في اوروبا فوق الكتاب عادي كيوقف كيحط رجليه حط يديه كيدوز بحال ما كاينه حتى شي حاجه، ولكن فوق القرآن مستحيل يدوز فوقه ولا يعفط عليه. شوف سبحان الله العظيم. سبحانك ربي ما خلقت هذا باطلا. والو ما يدوش على القرآن واخا يعيا معاه. هذه تجربه اخرى. والو. نشوفوا واش غيدوز من فوق الكتاب ولا لا. شوف الكتاب عادي حط عليه يديه عادي، ولكن في القرآن لا، مستحيل. سبحان الله العظيم. التجربة داروها مع عدة قطاط وكانت النتيجة بحال هكا. شوف عادي.